معلش ثانيه واحده بس كده. طب اسنان عند الفراعنه والعصر القديم؟ وات؟ طب ما تيجوا نكتشف بنفسنا ونركب آلة الزمن ونرجع بيها شوية وقت لورا. السلام عليكم من إحدى بقاع الأرض. لو رجعنا بالزمن شوية وقت كده عند الأسرة الثالثة مثلا، تحديدا سنة 268 قبل الميلاد، في عهد الملك اللي اسمه زوسر. إيه إن في الفترة دي بس وقتها ما كانش عندهم ثقافة علاج الأسنان. أي حد كان ماشي في الشارع سنانه بتوجعه وكان بيروح يخلعها على طول. تلاقي الناس كده ماشية في المملكة من غير سنان. بس حصلت مفارقة واحدة قد كده، إن الملك نفسه هو اللي ابتدي يشتكي من سنانه. الملك زوسر فجأة بعت لكل الوزراء والأمراء اللي موجودين في المملكة ونادلهم عنده في البلاط الملكي وقال لهم بقول لكم إيه، أنا سناني بتوجعني وانسوا إن أنا أخلع سناني. يا ملك أنا مش من عامة الشعب، تتشقلبوا قدامكم 24 ساعة بس وتكتشفوا علاج يعالج لي سناني من غير ما أخلعها، إلا هخلص عليكم كلكم. كل الوزراء والأمراء بتوع المملكة روحوا من عند الملك زوسر وهم بيودعوا أهاليهم وبيكتبوا وصيتهم عشان هم متأكدين إنهم كده كده رايحين لأجلهم بكرة. ودعوا يا لمبي، اشوف وشك على خيرة الله. أصل مين في الدنيا هيخترع علاج في 24 ساعة يعني؟ إلا شخص واحد وحيد كان متأخر في الاجتماع الأولاني وجاي متأخر كمان في الاجتماع التاني. بعد 24 ساعة كل الوزراء والأمراء اللي موجودين في المملكة كلهم اجتمعوا عند الملك زوسر وهم بيبلعوا فريقهم، لحد ما دخل واحد بسرعة يلهس. واللي مش عارف يعني ايه يلهس، يعني بياخد نفسه او مش عارف، ما تركز في القصة. حسي راع واحد من الناس اللي كانوا موجودين وقت حكم الملك زوسر، دحيح كده، بيحب يقرأ في كل حاجة وبيحب يدرس ويتعمق في حاجات كتير جدا، ومن أهم حاجات اللي درسها هو الطب. لكن وقتها ما كانش في حد سبيسيفيك يعني لطب الأسنان، كانوا مستهيفين السنان قوي. دخل على الملك بسرعة وقال له أنا الوحيد في كل اللي قاعدين دول اللي أقدر أعالج لك سنانك. نزلت له النضارة بتاعت ساج لايف دي، بس عشان اعالج لك سنانك انت محتاج تسلمني نفسك من غير ما تسالني ولا سؤال. ملك زوسر وافق لان هو كان مضطر، الراجل عايز يعالج سنانه ومش عايز يخلعها، اهم حاجه شياكته وبرستيجه. المهم حسي راع فتح شنطته القماش الطبيه الفريده من نوعها، ابتدى يطلع منها مواد معدنيه كده رفيعه لها مقدمه حاده شويه. الشكل كان يخض، بس الملك وعده انه مش هيفتح بقه. حسي راع فتح بق الملك زوسر وابتدى يفحر في السنه اللي الملك بيشتكي منها. ابتدى يفحر لحد ما عمل حله جوه. الملك اتخض طبعا من شكل اسنانه وقال له ايه ده، انت هتسيب لي اسناني كده ولا ايه؟ قال له لا، هحط لك شويه مواد طبيعيه، اعشاب كده على عسل على قرنفل، تفضل حاططهم في المكان او في التجويف ده لحد بكره، اجيلك عشان نقفل السنه دي. الملك زوسر اضطر يوافق، وعدى 24 ساعه والملك زوسر بعت هو يجيب حسي راع بسرعه جدا. قال له انا منبهر، انا اسناني خفت من امبارح، انت عملت ايه؟ شال حسي راع شويه الاعشاب اللي كان حاططهم دول وابتدى يحط له شويه اكاسيد حديد مخلوطه بمواد صمغيه معاها شويه اعشاب وعسل، حطها في التجويف ده وقفل عليها وقال له انت كده تمام يا باشا، فابريك. بيعمل كبده 100 الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح. وبما اني عالجتك فانا محتاج مكافأة كبيرة. حسي راع كان مستني مفاجأة بقى جامدة جدا، يعني يديله حتة آثار، يعمل له تمثال، يبني له حتة مسلة، يديله شوية فلوس. انما الملك زوسر قال له انا هديك اللي احسن من كل ده، هكتب لك اسمك على احدى جدران المقابر حتى يظل مخلد للابد، هكتب جنبه ابو طب الاسنان. متشكرين. راع طبعا طلع من البلاط الملكي وهو يجر ازيال الخيبه بعد ما كان معشم نفسه انه يبني للعيال حته هرم كده يعيشوا فيه، لكن قرر انه يكرس وقته وحياته كلها لخدمه طب الاسنان عشان يطور من الموضوع وما يبقاش واقف بس عن علاج الاسنان المسببه للالم. وابتدى يقول لنفسه طب ما انا احاول اعالج للناس سنانها اللي فقدتها بسبب حاجات كتير قوي، قال ليه ما رجع لهمش السنان اللي فقدوها دي مكانها تاني. ولما بحث كويس قوي لقى ان النحاس والحديد ممكن ما يضروش الاسنان او اللثه او جسم الانسان عموما لو اتحطوا كده بنسب معينه. فابتدى يربط كل الاسنان اللي وقعت من الاشخاص مع الاسنان الطبيعيه اللي موجوده في بقهم باسلاك من الذهب او من النحاس. طبعا الشكل ما كانش شاعري قوي، بس وقتها ده كان عامل طفره بوم يعني، ترند البلاط. الموضوع ابتدى يتطور لحد ما غاصتنا وصل للاجانب، ابتدوا يبعتوا ناس من عندهم لحد عندنا هنا علشان يدرسوا طب الاسنان. خضم البرديات اللي احنا لقيناها لقينا 15 برديه، من ضمنهم برديه مشهوره جدا لحد اسمه ادوين سميث. البرديه دي كانت كلها
كلها بتشرح حاجات بس عن طب الاسنان، عن طرق مختلفه للعلاج وطرق مختلفه للحشوات، وازاي بنرجع الاسنان لمكانها الطبيعي. اهم حاجه فيها هو اننا ازاي نرجع الفك لمكانه الطبيعي لحد ما عادش قادر يقفل بقه. وبالمناسبه البرديه دي لما جم يقارنوها بالمراجع اللي موجوده دلوقتي لقوها شارحه كل اللي في المراجع بشكل مستفيض. والموضوع ابتدى يتطور بقى من عند حس راعي لغايه ما وصل عندنا كده دلوقتي، وابتدينا ندرس باثولوجي وميديسن وحاجات عجيبه بصراحه. طب الاسنان قديم جدا يا صديقي. بالمناسبه حد عايز يتفرج على الحاجات اللي خاصه بحس راعي وشويه البرديات دي، فالمتحف المصري كان اطلق كده مشروع لترميم اللوحات والحاجات الخشبيه القديمه اللي كان من ضمنهم الحاجات بتاعه حس راعي. الحاجات دي بقى معروضه في الرواق رقم 47 في الدور الارضي في المتحف. وحابب بقى تتفرج كده وتشاركني صور وتبعتها لي على المكان التاني. وبس كده، ستون بيقول لك ما تنساش تيجي بكره.